الحزن باد من قبيل محرم، وكأن يوما مثل يوم العاشر، إذ إنها مصيبة ورزية آذت قلوب محبيه والزائر. عالم نحرير وبدر منير وبيرق للمدينة وعنوان، هو الحمزة بن القاسم بن علي بن الحمزة ابن الحسن بن عبيد الله بن العباس ابن الإمام علي بن أبي طالب عليهم السلام. اليوم وكما تشاهدون توافد آلاف الزائرين من شتى محافظات البلاد إلى مقام سيدي ومولاي أبا يعلى الحمزة عليه السلام. اهلا وسهلا استاذ احمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليك ايها العالم النحرير، السلام عليك ايها البدر المنير، السلام عليك يا ابن حامل اللواء الكبير، السلام عليك يا ابا يعلى عليه السلام. منذ الساعات الاولى لحظات وفاه الامام الحمزه الغربي عليه السلام شاهدنا توافد الالاف من الزائرين القاصدين صوب ضريح الامام الحمزه عليه السلام لما يحظى هذا الامام من قدسيه عظيمه وكرامات له كثيره، قلاب الزبد مرمر وغيرها من الكرامات الآلاف للذي يقصده من جميع الطوائف القاصدين له، والقاضي حوائج من الشيعة والسنة والمسيح، وموجودة ومصدقة كراماته في المزار الشريف. حبيبي أنتم اليوم كشباب شلون انجمعتوا شلون انجمعتوا حتى تكونون هاي الثمرة؟ اليوم موجود في المزار أكثر من 700 متطوع، طبعا من مختلف محافظات العراق، من السماوة، من القادسية، ومن المدينة، من مدينة الإمام الحمزة الغربي. وتم الجمع عن طريق جروبات خاصة في الواتساب، وكل مجموعة في مجموعة، يعني احنا مجموعتنا يعني عفوا هسه اللي افتهم من عندك انه اللي متواجدين هنا 700 شخص مو فقط من الحمزة. لا موجودين من السماوة فريق تقريبا يضم اكثر من 100 شخص من السماوة، فريق متطوعين دائما كل سنة هم حاضرين في المزار. وايضا الشكر لقواتنا الأمنية وللفرق الصحية التي استنفرت جهودها من يوم أمس في مستشفى علي عبيس، وأيضا إخواننا الذين الأطباء أعلنوا مجانا اليوم، أكثر الأطباء في مدينة الحمزة الغربي، وأيضا الممرضين أعلنوا عن مجانا، إضافة للأخوة المتطوعين من محافظات العراق، إضافة للمواكب الحسينية المعزية. وأيضا عندما نلاحظ المواكب ليست فقط من مدينة المدحتية، أيضا موجودة مواكب تخدم الزائرين من خارج المحافظة ومن خارج المدينة. هذه نقطة. والنقطة الإضافية الأخرى هو جهود الإعلام في هذه السنة، جهود مضاعفة لخدمة حفيده أبي الفضل العباس. ونحن في المجلس الأعلى للشباب المسجل لسفراء الشباب في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، أيضا تم دعمنا من قبل الأمانة للحضور والتطوع في خدمة المزار الشريف. أستاذ علي شلون شفت الزيارة السنة عن باقي السنين؟ والله بفضل الله وبكرامات هذا الإمام الهمام الضرغام، الحمد لله أنه يعني كأنها شبيهة بجده الإمام الحسين، فهي سنة عن سنة بتزايد وبخيرات أكثر وبثمار أكثر وبأعداد أكثر وبخدمة أكثر. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه هذا شبل من أسود آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذه هي كراماته وهذه هي خيراته وعطاءاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الحديث حقيقة احنا التعزية والمواساة للعراقيين الوصلاء أتباع محمد وآل محمد، نعزيهم بوفاة الإمام الحمزة ومصيبة الإمام الحمزة. الإمام الحمزة اليوم احنا بذكرى وفاته، مدينة الإمام الحمزة اليوم حقيقة تعاني معاناة كبيرة، ومعاناتها تبدأ من الإمام الحمزة وانت صاعد. الإمام الحمزة اليوم كذا سنة هدموا ضريحة ولحد الآن بدون بناء، واحنا لازم اذا نريد نواسي الامام الحمزه مواساه حقيقيه لازم يعني ننطق كلام الحق، فنواسي الامام الحمزه بمصابه، ونعزي كل الموالين المخلصين اللي يحبون الامام الحمزه واهل البيت قولا وفعلا بذكرى وفاه الامام الحمزه. ونطلب من الجميع المسؤولين الشرفاء الموالين الشرفاء انه بذكرى وفاه الامام الحمزه اليوم آلاف اجت معزيه بذكرى الوفاء، لازم نحيي نهج
الإمام الحمزة وأجداده. يعني قضية النظافة اليوم اليوم لاحظناكم بغض النظر عن المطالب، يعني مو فقط مطالبين بالحقوق، لا اليوم مهتمين بنظافة المدينة قبل كل وفاة، قبل كل استشهاد. هو حقيقة هذا الموالي الحقيقي، العراق الحقيقي. أينما يكمن الخلل يوجد الموالي الحقيقي ويوجد الوطن الحقيقي. احنا اليوم شفنا المواكب خير من الله، ما بها نقص. يعني خدمة وخير، الزوار خير، بس اكو نقص حاد بالنظافة. نزلنا احنا كابناء الوطن ننظف، ما نتكبر. وين التقصير؟ التقصير انا اشكرك جزيل الشكر على هذا السؤال. التقصير بالدرجة الاساس تقصير المعزين والناس، سكوتها على تقصير الحكومة. اكو تقصير من قبل الحكومة، ما تتوفر آليات ولا عمال ولا حاويات كافية تتناسب مع عدد الزوار القادمين، والدليل أطنان من النفايات وعدد العمال قليل جدا، الكابسات متهالكة. وهذا سبق وأن طالبنا وناشدنا، ولا مسؤول من نجت هاي المناسبة مثل ما قعدوا وقروا العطلة الناحية المدحتية، ما قروا يابا راح تجي أعداد كبيرة، خلينا نوفر أعداد كبيرة من معدات النظافة. فالخلل بالحكومة، والخلل الأكبر من الناس الساكتة. والأمر الآخر، إحنا من وجدنا الخلل نزلنا ننظف، يعني قللنا جزء بسيط من حجم. أما المعاناة كبيرة، معاناة النفايات، ونحمل كامل المسؤولية المجلس محافظة بابل، لجنة الخدمات بمجلس محافظة ومحافظة بابل. خلل كبير اليوم ما لهم أي وجود. إحنا البعض ينتقدنا يقول تجاوزون، بس كلمة هسه بدون تجاوز، كلمة الحق. أكو خلل كبير. القنوات الإعلامية إحنا نشكركم، ما موجودة اليوم فقط قناتكم، ونأمل أنه يصل هذا الصوت أنه أكو خلل كبير. حكومة بابل ومجلس محافظة خلي ياخذون عبرة من وفاة الإمام الحمزة الأيام عاشوراء، وجزاكم الله خير. رسالة حول الثورة البابلية اللي حاليا حضرتك والثوار اللي هم ماشيين بها. نعم، الثورة رسالة للجمهور. نعم نعم، نشكر من خلال قناتكم، نوجه رسالة أنه الثورة البابلية الحسينية من أهدافها ومن مطالبها، يعني من أهدافها ومن مطالبها معالجة واقع الخدم وواقع النظافة. واليوم بين هذا المطلب بوفاة الإمام الحمزة، أطنان من النفايات كان. فالثورة البابلية مستمرة، وإذا ما سمعوا لها وحققوا مطالبها. أكو تحقيق صار من خلال هسه بدء الثورة؟ نعم، فقط وزير الكهرباء والمختصين حققوا جزء من مطالب معاناة الكهرباء، يعني توفير محولات وكذا، وبعد مطلب الكهرباء. بس مطلب الخدمات، مطلب شحة الماء، بقية الأمور، المطالب، واقع الفساد، لحد الآن مجلس محافظة عمل العكس، صوت لإبقاء المزورين. وهذا ما سيجعل من الثورة البابلية تتصاعد، وتكون خلال أيام عاشوراء ثورة حسينية عارمة غاضبة بإذن الله.